كده احنا هنقول كلمتين وبعد كده براحتك. احنا اول ما عملنا جروب كان هدفنا ان الكل يعتمد على روحه. الحمد لله. تمام. النهارده احنا هنعمل حاجه كده اختبار او تجربه بسيطه تثبت ان الكل يقدر يعتمد على روحه في تصنيع الليكويد. النهارده هيقدم لنا المحاضره في تصنيع الليكويد اتنين مبتدئين ما عملوش ليكويد قبل كده. تمام؟ بيهم نقدر نثبت ان اي حد في الدنيا يقدر يصنع الليكويد بتاعه بنفسه. وما هواش صعب وما هواش مشاكل، بمنتهى السهوله. ده اللي انا هواك. فكرة حلوة. لا دي كيت انا جمعتها. تمام؟ الكيت دي معاها تعليمات اهي. انا مش هتدخل، انتوا تعاملوا معاها. اقعد تشتغل. أول بند بيتكلم عن عدد 2 عبوة بيس حجم 100 مللي لوحده. الورقة دي مقدمة فما خليها مش قوي. احنا هنتكلم عن الكونتنت المحتوى. بيتكلم عن عدد 2 ممكن عبوة. نوسع لبعضنا ونقعد، يعني هنشوف كلنا عشان ندي فرصة للناس تسمعنا. عدد 2 عبوة بيس حجم 100 مللي. عبوة 2 مللي. دي حجم 100 مللي. تصور كده 100 مللي بس. هي واحدة. عدد عبوة فرق. عدد عبوة. هو عدد عبوتين ملي بيس. يبقى دول العبوتين الاثنين بيس 100 مللي. هنجيب عبوة فاضية 100 مللي برضه. وعدد 5 حرك بس الترابيزة ورا كده عشان الكل يسمع. عدد 5 سرنجات مقاس 10. 1 2 3 4 5. عدد 11 سرنجة مقاس 1 مللي. 11 سرنجة. يبقى كانوا 5 مقاس 10 و11 مقاس 1 مللي. اثنين جوانتي طبي. 1 2. البند ده معلش مش موجود دلوقتي. طيب خلاص يبقى كده عندنا 2 بيس، واحدة عبوة فاضية، 5 10 5 سرنجات 10 و10 و11 سرنجة مقاس مللي. دي كده أول إيه نقطة. بعد كده عدد 10 أنبول ليفر مقاس 1 مللي. 10 أنبول هم دول. 1 10. عدد 1 أنبول إيثيلي مالتور. واخد عزم متوفر دلوقتي في المجموعة. بس عدد 20 عبوة حجم 10 مللي بقطارة. 20 عبوة كل كيس فيه 10. وعدد 20 ستيكر. ده لسه برضه. وعدد 1 مانيوال مكون من 4 صفحات اللي هو ده. ماشي. ده كل خطوات التصنيع بقى. 1 تقرا وتنفذ.
واحد، قم بغسل العبوه ال 100 مللي الفارغه جيدا بماء كثير، لا تستخدم صابون، يعني ميه بس من غير صابون، هي مغسوله، فنفترض انها مغسوله. قم بتجفيف العبوه، البس الجوانت الطبي. اشتغلت بقى بعد كده استخدم السرنجه ال 10 مللي لتسحب 10 مللي من عبوه البيز وضعها في العبوه. السرنجه ال 10 مللي هنسحب 10 مللي من البيز. هنسحب 10 مللي من هنا. ما تيجي طبعا عشان تعلم. يبقى كده عندنا 10 مللي بيز هنحطها هنا. هناخد سرنجة 1 مللي ونحطها هنا. هنسحب 3 مللي من أنبولة فريد. 3 من 10 يعني ناخد 3 مللي. ده كده الأنبول ده 1 مللي. احنا هناخد منه 3 من 10. نشيل السن. ناخد كام؟ 3 من 10. يعني 3 من 10 يعني يعني 30 حتى 30 ها؟ 1 2 كده لا مش فارقه كتير لو كانت فارقه دي او كانت اكتر سن مش هتبقى حاجه. هنحط فين الورق؟ بعد كده هنحطها في العبوه الفاضيه. لا العبوه الثانيه هي دي الفاضيه. هنحط الثلاثه من وبعدين دجها لمده 5 دقايق. دجها 5 دقايق. نفس بقى التصوير قبل ما يرد 5 دقايق. احسب حد يحسب 5 دقايق. استخدم القطاره البلاستيك يسحب فيها كميه صغيره وتكون لك عطاره حاجه. هو باشمهندس علاء بعد كده ممكن يعمل مونتاج. 30 ثانية. 5 دقايق بجد؟ انت مستني تشوف توصل لفين 5 دقايق. حاجه بتشربها رياضي عشان ما ثانية. حاجه بتشربها فلازم جري تتعب. الوقت طيب جري الوقت. لازم تتعب فيها ما دام بتشربها. دقيقة. صح اعمل عندك يمين جري وشمال. صح جري. عندك يمين وشمال. فاصل لغاية اما الحاجة اللي في الفرن هنا شويه هنا شويه. عايزين تانك القطنه بتاعت الدقيقه. يعني بعد كده هندوق من عندك احسن حاجه. دقيقة ونص. ما تعملش. طارق طيب بالنسبه لسؤال مهم يا مستر حسام، المضرب الكابتشينو يوفر علينا 5 دقايق
انت بسرعه كده مش هيجري الوقت برضه. هو برضه هيبقى السرعه دي مش هتجري الوقت. يمكن في نفس بس هو الوقت الرجع هيبقى كويس. بس انا عايز اقول لك ايه، احنا بنعمل لك الكيت دي عشان ما تحتاجش حاجه. تمام. ما تقولش اصل أنا مش لاقي مضرب الكابتشينو، اصل مش عايز انزل، اصل انا مكسل، اصل انا بستعمل ايدك. تمام. لكن لو ايدي توفر وجعاني، المضرب ايدي الكابتشينو، وجعاني. لو حد توافر. تاني يرجي لك. لا بجد، لو خلينا في الموضوعيه في الموضوع. لو توافر مضرب الكابتشينو هيبقى بيتر احسن طبعا. وياخد نفس الوقت. خد ولو بالك جبت جهاز يعمل احنا لك الكيت دي احنا بنقول ان احنا ممكن نقدمها للمبتدئ ما يحتاجش مشاكل، ما يبقاش عنده مشاكل. الكيت يقدر ياخدها كلها حته واحده، يقعد في البيت يعمل 10 اصناف، تمام. يعمل 20 صنف، تمام. يعجبه اللي يعجبه. ويتذوق منه لحد ما يوصل للريسبي بتاعته. اسئله كانت بتجيلي انا خايف اجيب 10 مللي فليفر ويطلع مش عاجبني. مظبوط. اسئله كانت بتجيلي اصل انا مش هعرف احسب النيكوتين كام. مظبوط. اسئله كانت بتجيلي طب البيز اعمله كده ولا اعمله كده. طب احنا عشان نسهل الكلام ده كله للناس ليه ما نعملش برودكت زي كده واوريدي هو جاهز موجود. فاهمني؟ وبسعر ارخص كتير من اي حاجه، تمام. ويبقى الدايت كله مع كل الناس. طب ده متوفر الكيت دي متوفره مع مين؟ اقرب وقت هقول لك هبلغك في اقرب وقت. وعشان الناس كمان انا بعمل اسئله عشان الناس تعرف. الكت زي ما انت شايف لسه مبدئيه. مبدئيه يعني ايه مبدئيه؟ بنفكر ايه اللي ناقصها. لما بنتست يعني في مرحله اختبار بنتست مع الناس لسه اول مره تنتج. تمام. لو هم نجحوا يبقى التست نجح. الكت تمام. لو ناقصهم حاجه يبقى الكت ناقصها حاجه. يبقى دي في مرحله البيتا يعني ده بيتا فيرجن. بيتا فيرجن. تمام. طبعا ما زي ما انت شايف لا في تكليف ولا في احنا جايبينها في طب دي فكره ممتازه جدا يعني ان شاء الله. هي فكره مبدئيه حلوه جدا وهتساعد كل الاعضاء اللي في الجروب ان هو يعمل الدايت من كام يوم عملنا وتنمي استفتاء. الهوايه كمان. عملنا استفتاء كام واحد بيشرب داي وعاجبه وكام واحد بيشرب جاهز وعاجبه، كانت النتيجه غير مرضيه. الجروب معمول عشان الناس تقول رايها. عشان نعمل بنفسنا. صحيح. عشان يوم ما يقفوا الاستيراد في كل حته مطورين بس والسرفايف. مطورين بس هم اللي هينجوا، هم اللي هيبقوا بيعرفوا يتصرفوا ويعرفوا يتعاملوا. دي الفكره. خلاص يا بيه كده ده فرصه 5 دقايق كده. خليت على مهمتك. ها؟ لا تمام حلو قوي. فاضل دقيقه ممكن ارد لك شويه. لا خلينا 5 دقايق عشان الناس كده عشان يبقى الخمسة 5 مظبوط عشان الناس ما تكسلش. هات هرد لك شويه. مش تعبان؟ طب ده كويس يبقى اللي عايز بعد كده يعمل ليكويد اسمع حضرتك ايه؟ اهلا يا احمد. احمد فوزي. ناس تيجي لاحمد فوزي. طب انا محتاجك يومين يا احمد انا هعمل دايت اليومين دول. لا هو طبعا مضرب الكابتشينو عمل بعد هيجيبوا مضرب الكابتشينو عمل. هي كده مش ولا ايه؟ حد مش عايز. خلاص كده؟
عمال ايديا وكده. هو انت لسه اكبر حد لو عايز هو ده بيعمل ده يعني جاي لنا تستات تقرا الكتالوج ده لو احنا كده عملنا خلاص شد بس مش جامد زيرو حابينهم بقى في ازازه حابينهم في ازازه صغيره عشان هم هيحتاجوا دي